السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. وصل زيزو خلاص. شفت سهلة وبسيطة ازاي؟ هو سن الإبرة بس اللي بيوجع، إنما بعد كده خلاص ما بتحسش بالحقنة كلها. فمعلش، العيدية وصلت وشكرا ليك يا أهلي. كلنا شفنا الإعلان والبرومو كان جامد جدا جدا، والتقديمة من أول اللقطة بتاعت القاهرة 6 يونيو والنور كله مولع وفي نفس الوقت كله يتطفى. وده يدل إن دل على شيء يدل إن هو صابح اليوم السادس، اللي هو بعد الساعة 12 مباشرة، اللي هو الزمالك كان بقاله ساعة بس واحدة بيحتفل بالكاس. اللي هو كفاية عليك كده. الاحتفالات عند النادي الاهلي وبامر النادي الاهلي وموجوده في النادي الاهلي بس. فتظهر يعني تضلم كله مره واحده، وبعدها يجي واحد بكشاف على مفتاح العداد، يرفع ينزل لتحت، يطفي النور، كله خلاص كله مطفي. بعدين المشاهد تتوالى، بعدين يطلع لك الراعي اليافطة ديت موجودة في شارع نادي الزمالك. وفي نفس الوقت الراعي ده بيشارك بنسبة أكتر من 40% من نسبة الرعاية، بنسبة الأرقام المالية نسبة تتخطى 40%، والباقي كله على بنك أبو ظبي. تمام. الجملة الوحيدة أو المشهد الوحيد اللي يلخص لك مين هو النادي الأهلي، اللقطة بتاعت الجملة بتاعت المعلق: ما تستفزش الأهلي. ما تستفزش الأهلي، ما تنضمش مع بيراميدز. ما تستفزش الأهلي وتطلع مع لميس الحديدي وتقول يا لميس الحديدي ما تخلينيش وما تعمليش. ما تستفزش الأهلي إن أنت تعنده في قرارات تحكيمية وتقول لا أنا عايز حكام أجانب، وفي نفس الوقت لا مش عايز حكام مصريين والكلام ده كله. فما تستفزش الاهلي. كلمة ما تستفزش الاهلي توالت بعدها اقاويل كتير، وطلعت بعدها الكيو بتاعت عصام الشوالي: احذروا الكاو احذروا الكاو. الكاو ده معروفة انها قضية محمد مجدي قفشة، بس المرة دي كانت قضية لان الصوت ده نزل مع العقد وعليه لوجو النادي الاهلي من فوق. ما تستفزش النادي الاهلي عشان اي حاجة انا بعملها او عايز اعملها او ناوي ان انا اعملها هعملها. الفكرة كلها ان انا بعمل هدنة عشان انا مش محتاج. انما انا لو محتاج هصفي لك فريقك كله. عايز تعتبرها افتراء، عايز تعتبرها اعتبرها زي ما تعتبرها. انما انا بالنسبة لي عايز حاجة معينة هاخدها. انا ما بعتمدكش انت بشخصك، انا مش بعتمدك. والجملة اللي اتقالت من زيزو: كل الطرق تؤدي الى الجزيرة، ان كل الطرق بتؤدي الى الجزيرة. مفيش لاعب في مصر ما بيحلمش ان هو يلعب في النادي الاهلي. مين يبطل يحلم ان هو يلعب في افريقيا ولا يكسب او يكون ضامن بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى انه يكون يكسب دوري كل يوم، إن كل سنه، انه يكون ضامن ان هو يكون البطل الاول على كل البطولات اللي بيدخلها، انه يكون بيصعد كاس عالم كل سنه، انه بياخد افريقيا كل سنه ومش صعب عليه. فاللي هو كل الطرق تؤدي للجزيره فعلا. ده مش كلام، احنا ما بنعرفش نقول كلام، انتوا بتعرفوا تقولوا كلام. اكبر قلعه رياضيه في مصر خلاص اهو. فين بقى اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ الولا طلع شلفكم مع ابراهيم فايق. نطلع من الاعلان نخش على اللقاء بتاع ابراهيم فايق. انا اكتر نقطتين وقفت عندهم: النقطه الاولى ان هم كانوا عايزين يصدروا الولا في وش المدفع، اللي هو احنا هنعمل لك كل اللي انت كل اللي يرضينا احنا كاداره، بس اطلع قول ان انت اللي وحش. لا وايه العرض جه وخلوا الناس يبعتوا التذكره لابو زيزو، وفي الاخر هو رايح عشان ياخد اذن سفر من النادي، يقولوا له ما نعرفش. ما نعرفش ليه؟ قالوا ما نعرفش عشان عايزين هم يطلعوا الخريطة او الصورة او البلان اللي هم عاملينهم او الخطة اللي هم عاملينها ان زيزو هو اللي ماشي، هو اللي طلب اذن السفر. بس هو اذكى منكم. فرد اذكى من عزبة، اذكى من عزبة. وزيزو اللي انت بتقول ان هو من تراث النادي ومن اصول النادي والكلام ده كله، طلع قال ان انا ما خدتش قسط في ميعاده. انت متخيل؟ انا ما خدتش قسط واحد في ميعاده. طب انت مستني من واحد زي ده ايه؟ مستني واحد انت مشغله وبتعمل وبتخلي وبتسوي وبتعمل 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 وما بتدوش فلوس. مستني منه ايه؟
يطلع يعني يلحن اسمك على ربابه مثلا، وده حبيب العمر؟ لا. ما هو في الاول وفي الاخر ده اكل عيشه. انت كزملكاوي بتزعل من ده ليه؟ انت مالكش حق انك تزعل من واحد بيدور على حقه. انت تنكر ان مجلس اداره نادي الزمالك عطلانه، دماغها عطلانه، رايحه في السلامبوش خالص، رايحه مفيش منها خالص، مفيش منها رجا، ما بتعرفش تدير. ممكن تعمل اي حاجه في حياتك، كل واحد فيهم يعرف يعمل اي حاجه في حياته غير ان هو يدير. ده مش عيب في زيزو ولا عيب في الاداره. العيب في الاداره ان كل دول مع بعض. انما لو كل واحد لوحده، وقالوا للجماهير ان احنا بنعمل كل ده تطوعي لجمهور نادي الزمالك. طب التطوعي بتاعك بيودي في ده. ممكن تسيب لي ناس تيجي تاخد فلوس بس تشتغل؟ ممكن بعد اذنك يعني. هي دي المشكله. هي دي المشكله. وبترجعوا تلوموه، هو بتلوموه على ايه؟ ان هو جاله هو عرض، هو اللي جاله 6 مليون، 6 مليون ونص، وانتوا اللي رفضتوا. كل ده عشان خايف ان اسم زيزو من الجماهير. انت خايف من الجماهير ان اسم زيزو طلع تحت رعايتكم انتوا وهرب من تحت ايديكم انتوا؟ ما هو ما هربش. انتوا اللي لحد اخر لحظه مش عارفين تعملوا حاجه، وتقول له بيت ومش بيت. انا بلعب كوره. طب انا لو هوافق على العرض ده، هبقى انا تحت رعايه مين بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ انا هبقى تحت رعايه مين؟ هبقى تحت رعايه صاحب البيت، ولا تحت رعايه مين؟ مش فاهم. ما فهمتش الجمله. هديلك بالباقي بيت وال... والتاني هديهولك اقساط، هنبقى نتصرف فيه كاش. طب انا هعرف العب ازاي؟ هعرف العب ازاي؟ هضمن بكره ازاي؟ ضمان في ايد الله سبحانه وتعالى يعني، بس هضمن بكره ازاي؟ فشكلا وموضوعا، زيزو صفقه مربحه جدا جدا للنادي الاهلي. زيزو الصفقه الوحيده اللي طلعت للنور، للنور، جابت، كسرت ارقام خزعبليه. لما توصل للبوست بتاعك فيما يقارب مليون ونص لايك، و24 او 25 مليون في توقيت تصوير الفيديو ده، 25 مليون مشاهدة، فلا، دي ارقام تبين لك ان الصفقة دي جماهيرية بحتة. مش بس عشان جاية من جمهور جاية من نادي الزمالك مباشرة، لا، عشان الصفقة دي تستاهل انها تكون موجودة في النادي الاهلي بالنظافة والرقي والعقلانية اللي الراجل ده فيها. لازم تكون موجودة هنا. ابراهيم فايق بيسأله في الحلقة، بيقول له 500 مليون و400 مليون، قال له ايه؟ الخضة بتاعت صوت زيزو على لما قال له الارقام دي اللي احنا بنسمعها طبعا على السوشيال ميديا تبين لك ان الراجل ده مش بيفكر في فلوس. ما هو لو كان بيفكر في فلوس كان خد البيت. الله، ده انا معايا بيت ومعايا فلوس وانا صاحب النادي وقدامي 20 30 جون وهكون هداف التاريخ النادي الزمالك. جماعه اكبروا بالله عليكم. اكبروا، بس اكبروا. اكبروا ايه يعني؟ حاولوا تنظفوا النادي. حاولوا تنظفوا النادي من الاشكال اللي فيه. طلعوا الناس اللي فيه. مشكلتكم في الناس اللي فيه. مشكله نادي الزمالك كانت هتتحل بالستة وسبعة مليون دولار اللي انتوا لسه دافعينها للغرامات اللي فاتوا دول، وهم برضو مشوا زيزو. طب ما انت اللي اخترت تدفع الغرامات وما اخترتش زيزو. ليه بقى ما اخترتش زيزو؟ عشان انت اناني، فكرت في الحاجات دي وما فكرتش فيه. تمام. رساله لجمهور نادي الزمالك، انت ما عندكش اداره. ورساله لجمهور النادي الاهلي، انت ذكر على اي حد. انت ذكر على اي حد. تشغلش بالك باي حد. بص، اقعد كده على كرسي، وحط رجل على رجل، واي صبي من اي قهوه يجيب لك الشاي والشيشه تحت رجلك. عشان احنا معانا سكواد قليل الادب والله. بس. السلام عليكم.